اسلام شاب 40 سنة خريج ألسن اسباني، من حبه في الاكل اشتغل في اماكن كتيرة وقرر انه يعتمد على نفسه ويفتح محل صغير على قده واقف فيه لوحده في سيدي بشر، وبيطبق كل اللي اتعلمه في المطاعم العالمية وبيطلع لنا منتج بجودة عالية وبسعر مناسب. واسلام بعت لنا انه بقاله سنة فاتح والدنيا عنده مش كويسة كشغل، وقررنا المطعمجية نروح له وندعمه ونعرفه للناس. النهاردة احنا في هاليبينو برجر، وعجبنا جدا ان المطعم نضيف واللحمة مضمونة، هو بيشتريها ويتبلها عنده وكل حاجة عنده بالميزان، وبيستخدم زبدة نظيفة عشان يتستر بيها العيش ويحمصه. لازم الخضار يكون طازة والخس بقى، وبينزل عليه بالصوص الشيدر، ودي تركاية مش اي حد يفهمها عشان اللقمة ما تتبهدلش وتستطعم السندوتش. شريحة اللحمة كبيرة على الجريل بالزبدة السايحة، اخر جمدان، تحفة فنية، لون وشكل وريحة قلب الدنيا. ينزل على الخس باللحمة وعليه صوص الشيدر، الميكس الجامد قوي ده، عليه البصل والخيار المخلل والطماطم. عنده انواع برجر كتير بالفلفل الهاليبينو واللي عليه موتزاريلا ستيك، وعنده اللي بيتكرمل على الجريل بصل وباربيكيو، بينزل عليه بالبرجر ويقفل السندوتش. برجر الفراخ عنده برضو بيستخدم صدور فراخ فريش مقرمشة مع صوص الرانش وعليها رومي مدخن، وواحد سندوتش من الاخر يسد معاه. كمان التغليف جنب كل نوع بيعلم عليه، وباكينج محترم جدا، تحس انك في مطعم عالمي. حتى البطاطس المتبلة في باكينج. اسلام عنده اختراع جامد مميز بيه، بطاطس محمرة في طبق، بينزل عليها بالتوابل ويقطع الرومي المدخن شرايح، وينزل عليها في الطبق قطع الفلفل الهاليبينو، وينزل بالصوصات عليها يترسها. طبق منهم بالموتزاريلا ستيك وعليه صوص الشيدر مفرق الطبق، والطبق التاني بيقطع الفراخ قطع وينزل فيه وعليه الصوصات. مؤمن من فضوله خطف الطبق وعجبه الجبنة والبطاطس. توابل البطاطس لذيذة جدا جدا، الميكس مع الصوصات والفراخ يلكم بجد، طبق تقيل ويجيب معاك من الاخر. وطلبنا عرض 4 برجر وبطاطس ب 250 جنيه بس. من اول قطمة تحس انك بتدوق كل حاجة في السندوتش وقادر تستطعمها، من خضار طازة مع صوصات مع طعم اللحمة، ولقمة العيش طرية جدا، وطعم الزبدة مفحفح في السندوتش كده. بجد تجربة جميلة جدا، وبنتمنى الاسلام دايما التوفيق. بجد عنده امكانيات جبارة ومكانه مش هنا. عنوانه في شارع 592 متفرع من شارع الصداقة سيدي بشر. ونشوفكم في تجربة جديدة مع المطعم جاي.